لو سمحت احنا النهارده في مول جايين نسال الناس ايه علاقه سعر الذهب لما بيغلى بالكيوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه علاقه سعر الذهب لما يزيد بالكيوي؟ لا ما اعرف. عندك فكره؟ دي اصلا لا. ايه اللي جاب دي سؤال منطقي. ممكن يكون دهب لما بيغلى بيبقى هو سعر عالي في كل حاجه مثلا. بيزيد يكون معناها ان في تضخم، فلما بيحصل تضخم بيأثر على السلع المختلفه. لو احنا دلوقتي في ازمه اقتصاديه هتشتري ذهب ولا كيوي؟ كيوي. هتشتري كام ليه؟ غالي. طب هتستثمر ازاي في الكيوي؟ مش هستثمر هاكله. انا هفكر اكيد في الذهب. طب ليه مش كيوي؟ عشان دي سلعه سعرها عالي وفيها ان انا اقدر انفست فيها وفيها ليها ماركت وليها ستوك، ليها قصص كتير قوي طالعه ونازله. اشتري ده. ليه مش كيوي؟ اكيد الذهب هيفضل محافظ على قيمته، الكيوي هيتاكل هيخلص او هيبوظ. طب لو تقدر يبقى عندك تقدر تشتري ده وتقدر تشتري ده، هتشتري انهي؟ اشتري كيوي برضه. انت مش هتستثمر في الذهب، انت ما تقدرش تشتري ذهب لانك فقير. معنى ان سعر الذهب عالي، ان العمله سعرها غالي ولا رخيص؟ سعر الذهب عالي يبقى عملتك رخيصه. بيقل عشان صار تضخم. منتجات او السلع الغذائيه بيحصل لها ايه؟ بتغلى ولا بتقل؟ بتغلى. فبالتالي لما بيحصل تضخم سعر الذهب بيزيد وسعر الكيوي بيحصل له ايه؟ بيزيد. فمن الاخر لو انت عايز تاخد بالك من سعر الكيوي ركز على سعر الذهب، ولا لا؟ هو عامة احنا يعني اي حاجة عندنا بتتأثر بأي حاجة. صح، احنا بالظبط ده اللي احنا بنحاول نوصل له، بنحاول نوصل لان الاقتصاد كله مرتبط ببعض بطريقه او باخرى. ايه العلاقه بين الذهب والكيوي؟ لما سعر الذهب بيعلى ده بيقلق البنوك المركزيه، فوارد يطبعوا فلوس عشان تحرك السوق فالعمله تضعف، والاستيراد زي السماد والتغليف والبنزين اللي كله بالدولار بيغلى، بالتالي الكيوي بيغلى.